جاء في تغسيل الميت المستحبات ستر العورة: تجريد الميت من ثيابه بعد ستر عورته، وضع الميت على مرتفع حين الغسل لأنه أمكن لغاسله، أن يكون الغسل وترا، عصر بطنه برفق حال الغسل لإخراج ما في بطنه من النجاسة، كذلك كثرة صب الماء في غسل مخرجيه، ويجب أن يلف الغاسل على يديه خرقة توضؤه أو الغسل بعد إزالة ما عليه من آداب السدر أو الصابون، كذلك استعمال السدر أو الصابون في الغسلة الأولى، واستعمال مطلق الماء في الثانية، واستعمال الكافور في الثالثة، تعاهد أسنانه بخرقة نظيفة، وكذلك أنفه، إمالة رأسه برفق لمضمضة أو استنشاق لئلا يدخل الماء لجوفه، تنشيفه بخرقة طاهرة، عدم تأخير التكفير